الرجل الودود الحليم طيب الملك محمد السادس أخرجتموه من طوره. شوفوا، هو ما وصل إلى هذا المرحلة بأن يوجه لهم هذه الصفعات. أنا اليوم أسميها صفعات، إذا جاز لي التعبير، سامحوني إخوان المغاربة، أنا أسميها صفعات مغربية ملكية. بوف، بدل ما كانت اليد الممدودة، اليد هكذا. يعني أنا كذا تخيلت تبون قدامي، ومرة ينصفع هنا ومرة ينصفع هنا. زمان قال لكم الرجال اليد الممدودة وأشقاؤنا وأنتم امتداد لنا وأنتم أحبابنا. الخطاب الأول قبل 4 سنين، وقبل 3 سنين، وقبل 2 وهو يتكلم معكم بأخلاقه الملكية، ومرحبا وتعالوا ولن تفلحوا، لن تنالوا شيء، ستعودوا بخفي حنين، ستخرجوا من المولد بلا حمص، وانتم ماشيين مثل الهبل، مثل المجانين. وهو يقول لكم تعالوا. الصحراء مغربية، لا تحاولوا، لا تضيعوا فلوسكم، لا ضيعوا هذه اليد الممدودة. كان يقول لكم اليد الممدودة. الآن هذا اليد الممدودة هي التي قاعدة تصفع أبوكم. كان قاسيا بعد أن تدرج معهم، كلمهم بالعقل ما فهموش، كلمهم بالعاطفة ما فهموش، كلمهم بالرحم ما فهموش، كلمهم بالسياسة ما فهموش، كلمهم أنهم أنتم خسرانون، أنتم خاسرين، أنتم خاسرين في هذه ما فهموا ولا فهموا أي لغة. الآن سيفهمون. شوف الكائن التبوني الآن يفهم هذه اللغة، لغة الملك محمد السادس، وأعطاهم قيمة، والله أعطاهم قيمة. لكن هي هذه المرة أنا أقول لكم لن يتخاطب الملك محمد السادس ولن يلمح الجزائر بعد اليوم. تذكروا كلامي هذا، لن يخاطبهم بعد اليوم، لأنه جيم أوفر، اللعبة انتهت، أسدل الستار، خلاص. كأنه اليوم هو يعلن هزيمتهم. هو المفروض يطلعوا هم يرفعوا الراية البيضاء هكذا، يوقعوها هكذا. لكن اليوم محمد السادس وكلامه يعني ما يقول الرجل، هو يعلن هزيمة المشروع التبوني والمشروع العسكري في الجزائر الرامي إلى فصل الصحراء عن مغربها. الخطاب يقول هكذا. الرسالة الأولى أنه المسمار الأخير في نعش هذا المحاولة اليائسة من النظام العسكري. الملك محمد السادس لن يذكر الجزائريين بعد اليوم ولن يلمح لهم. هو ما ذكرهم، يعني لن يلمح إليهم ولن يفكر فيهم بعد اليوم إطلاقا. ليش؟ لأن المسألة انتهت بالنسبة للملك محمد السادس، وبالنسبة للمغاربة الموضوع منتهي. إذن اليد الممدودة ما عاد فيش، يعني الآن عليهم الكي. شفتوا كأن الملك محمد السادس يستخدم معهم آخر العلاج. الملك محمد السادس كما قلت لكم تدرج، جربهم، فهمهم، قراهم، علمهم، رباهم. ما فيش يعني همج رعاع، ما كانوا يفهموا. وصل إلى آخر علاج وهو الكي، إنه يكويهم. المشكلة ما فيش عقول سياسية.